بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه النسائي وصححه الألباني. انطلقت سفرة الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطابي لتقدم الإفطار للزوار والمعتمرين في أطهر بقعة على وجه الأرض، حيث يعظم الأجر وتتضاعف الحسنات. للحرص على جودة الإفطار، عمل المشرفون على اختيار أفضل أنواع التمور في السوق المحلي. التمر السكري، وهو من أكثر رغبات الزوار والمعتمرين في بيت الله الحرام، ويتم يوميا توزيع ما يقارب 60 علبة، تحتوي كل علبة على 7 حبات من التمر، وتعادل جميع العلب قرابة 10 كيلوات. ماء زمزم لما شرب له. يبحث الصائم عن شربة من ماء زمزم على مائدة الإفطار، ليروي بها ظمأه بعد صيام يوم طويل. ويقدم العاملون على السفرة كأسين من ماء زمزم لكل المتواجدين على السفرة، أي ما يعادل 110 كاسات يوميا. القهوة العربية ذات الجودة العالية والمصنعة منزليا هي جزء من سفرة إفطار الصائمين في المسجد الحرام. يتم يوميا إعداد وتوزيع 3 ثلاجات من القهوة، حيث تغطي جميع الموجودين على السفرة. وتوزع القهوة قبل الإفطار بدقائق معدودة حتى تحافظ على حرارتها وعلى جودتها. وها هم الصائمون ولسان حالهم: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.